السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بفيديو جديد. إذا تتذكرون هذه قبل فترة ابن أخويا جابها علي، كانت صغيرة واقعة عندهم بالبيت وما تقدر تطير، فصار لها تقريبا أسبوعين أكثر. عندي حاليا كبرت وما شاء الله، يعني حتى قبل شوية تعبتني حتى مسكتها، صارت قوية بالطيران وتعتمد على نفسها. فهاليوم راح نطلق صراحة. طبعا اكو هذه الشجرة مال الجيران كثير، من عندهم يجون على هذه الشجرة. راحت بغير اتجاه. المهم هي اكو كثير من عندها، وهذه مو مال اقفاص، يعني هي برية واقعة عندهم. فحاليا صارت تعتمد على نفسها واطلقنا صراحة. بس احب انوه على شغلة بخصوص الفيديوهات القديمة. عاد ننشر فيديوهات، قسم من المتابعين يقولون ليش عاد تنشر فيديوهات قديمة. تعرفون قبل فترة من سوينا القناة الثانية ونشرت بيها عدة فيديوهات عندنا الطيور، بعدين غيرنا محتوى القناة وأكثر المتابعين رادوا أنه ننزل الطيور والأرانب بهذه القناة الأولى. فالفيديوهات اللي بالقناة الثانية أنا ما مستفاد منهم هناك، لأن تغير المحتوى مال القناة الثانية. راح أخلي لكم رابط القناة الثانية هم بالوصف، اللي يحب يشوف القناة وما مشترك بها. راح أنزل هناك ألعاب وممكن شروحات وغير شغلات يعني. فالفيديوهات اللي هناك أجيبهم بهذه القناة يفيدوني أكثر، لأن بهذه القناة تعرفون عندي ما شاء الله 75 ألف مشترك، أما القناة الثانية بها 3000 مشترك. فلما أنشر الفيديو بهذه القناة يجي عليه مشاهدات أكثر وعد استفاد من عنده أكثر. القناة الثانية تفاعلها قليل حيل ومشتركينها أقل. فهاليوم فيديو جديد. باكر أساسا أنا ما راح أنزل فيديو، يعني تعرفون أنا عاد أنزل بين يوم ويوم. فاليوم اللي ما انزل فيه فيديو اخذ فيديو من القناة الثانية من الفيديوهات القديمة وارفعه بهذه القناة. فهذه بس للتوضيح، لان قسم من المتابعين سألوني ليش عاد تنزل فيديوهات قديمة. الفيديوهات اللي بالقناة الثانية عاد احولهم بايام اللي ما انزل بيها، يعني باكر ما عندي فيديو جديد فاخذ فيديو من القناة الثانية وانشره بهذه القناة. لان مثل ما قلت لكم هذه القناة 75 ألف مشترك وهناك 3000، فاكثر المتابعين بهذه القناة ما شايفين حتى الفيديوهات اللي هناك وما مشتركين كانوا اساسا بالقناة الثانية، فعيفيدني اكثر بهذه القناة الاولى. فخلينا نكمل الفيديو. اليوم طلعت الارانب الانجورا، نظفنا المحمية مال الطيور، قلت خلي احولهم هناك، صار لهم فترة طويلة بهذه المحمية، حولتهم هناك مع باقي الارانب. هذا واحد منهم نايم. طبعا حتى مكان الارانب مثل ما تشوفون نظفته كله، شوية رشيت لهم مي لان الجو حار. هذول الارانب الانجورا، هذول خلاص راح ابقيهم مع باقي القطيع مال الارانب، حتى المحمية مال الطيور تبقى نظيفة، لان هذول كانوا شوية وسخون عندي هناك. هذول باقي الارانب. طبعا طلعت المي مالهم، المشارب مال المي اريد اغسلها وانظفها واخلي لهم مي جديد وارجع المي مالهم. شوفوهم، شوفوا هذا شلون نايم، شوي الجو حار عليهم. هذول قسم من الارانب جوا. شوفوا هذا الارنب اللي هناك الصغير بس لا يجي في الوخاء اللي شغل لكم الضوء، شوفوا شلون نايم، والله رايح بيها ولا يعرف. حس عم صور. طبعا شوفوا الفناجس وباقي الطيور شي يسوون عمل بالقطن، يجون يطلعون قطن من يم الارانب، مرات ياخذون هناك. فمدمرين المحمية، كل مرة انظف اشيل القطن ما يفيد، يجون يطلعون القطن. هذا هم واحد من الصغار. هذه الأرنبة الأنجورا، شوفوا وين نايمة. طبعا قبل فترة تعرفون كان عندها جرب بالخشم وبراسها، شوفوا حاليا بس خلي أقرب لكم على الجلد. الجلد نظيف، حتى أقدامها عاد تنظف. طبعا هذه صاير بيها وساخة، هم لازم أنظفهم. هاي الوساخة من تبقى جواهم وتسوي بيهم يعني جرب وكذا. هذول الأقزام خلي أشوفكم إياهم. اليوم صار عمرهم 9 أيام هذولا، شوفوهم هذولا. اليوم صار عمرهم 9 أيام. تعال انت وين رايح؟ باكر ان شاء الله عيونهم تنفتح. نتركهم، رجع كل شي كما كان. وهذا الأرنبة البيضة عندي وراس الأسد هناك، هم اليوم نظفنا مكانهم، حطينا لهم أكل ومي. خلينا نروح يم الطيور حاليا. طيور الزينة هناك، شوفكم هم آخر المستجدات بالنسبة للطيور. يسبحون،
خليت لهم مي نظيف. تشوفون قسم منهم كانوا يسبحون طاروا فورا. هذه الحمام هم طارت. الطيور الزينة كان عندي الغندورة تك وحده وبعتوه، وهاليوم البادجي هذول الفرخ مالهم ميت. طبعا البارحة شفته كان عايش وموجود، اليوم فتحت البيت مالهم عد اشوف الاوضاع لين شفت الطيرة طالعة فشفته ميت. اتوقع بسبب الحرمات والله اعلم. الحمام شوفوا هذول 3 اليوم قاعدين بهذا العش لحد الان، بس فرخ واحد جواهم، ما اعرف البيض الباقي راح يفقس ما يفقس ما اعرف. وهذه ما طلعت بس فرخ واحد. هذه الحمامة اكو جواها بيضة بس ما شلتها، بس فحصتها اليوم ما راح يطلع من عندها شيء. الكوكتيل مثل ما تشوفون عيفوتون بالبيت مالهم. ان شاء الله قريبا راح ترجع تبيض الطيرة هاي جوهم ما تشوفون، بس الجو حار فما اعرف راح يطلعون انتاج او شيء، لان قبل فترة تعرفون كان جواهم بيض ما طلعوا شيء. باقي الطيور كلهم بعدهم على وضعهم. الفناجس ملامين اعشاش، بس ما اعرف اذا اكو بيض او شيء. ان شاء الله بعد فترة اتركهم بعدين هم نرجع ان شاء الله نفحص الاعشاش مالهم ونصورها. هذا كان كل شيء بخصوص فيديو اليوم. وصلنا لنهاية الفيديو. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك. والسلام عليكم ورحمة الله.